المحل اشتغل وبقى مية مية وتمام وزي الفل، بس انا جوايا ما كنتش مبسوط من استيراد وتصدير وسفر وطيارات وفنادق 5 نجوم وعيشة مختلفة خالص. محل ببيع فيه لحمة وخد غير لي البيضة دهية والبيضة دي مكسورة والبيضة معوجة. المحل كان بيكبر وتمام وزي الفل، بس انا مش مبسوط خالص، مش شايف نفسي. لكن كان عندي اصرار ان انا انجح المشروع دوا، كان بيقتل كل طموح للسفر. وسط ما انا شغال في المحل وكده اتصل بيا العميل اللي انا دخلت له كام حاوية. إيه يا معلم عامل ايه؟ قلت له والله تمام الحمد لله. ايه بقيت بتاع لحمة؟ قلت له اه بقيت بتاع لحمة وفراخ، لما تعوز لحمة اتصل بيا. فقال لي البطاقة بتاعتك شغالة ولا انت بطلت شغل؟ قلت له لا يا عم بطلت، شغالة زي ما هي. قال لي طب انا هبعت عليك حاويتين. قلت له يا عم تمام زي الفل، ابعت اهو نتحاسب، لان احنا كنا ما اتحاسبناش. شهر كده او 20 يوم وصل الورق بتاع الحاويتين. اخدت الورق ورحت بعته ايه للمستخلص الحرامي. طيب بعت ليه للمستخلص الحرامي؟ اول حاجة هو مش بيسرقني انا، بيسرق الراجل، والراجل عارف. فربنا يهني سعيد بسعيدة، ودي اخر شغلانة هقبض واخلص، يعني انا مش عايز حاجة تاني. بعت له الورق، الشغل عطل كالعادة. ايه يا جماعة ايه الحكاية؟ قال لك ده مفيش الشهادة بتاعت السي اي كيو. الشهادة بتاعت السي اي كيو كانت شهادة بتطلبها مصر من الصين ولغتها. فلما وصلت الحاويتين انا ما عملتش الشهادات. لما وصلوا الحاويتين مصر طلبتها، بدأت تطالب بيها. طب ايه يا جماعة؟ قال لك اعمل سي اي كيو. خدنا 15 يوم على ما عملنا السي اي كيو وبعتناهم على مصر. برضو الشغل عطلان. يا جدعان في ايه؟ طيب ايه المشكلة؟ قال لك ده الشغل انتوا جايبينه من هونج كونج والمصنع في الصين، فلازم تعملوا لنا شهادة منشأ من هونج كونج. قصة كده. فضلنا طب ايه يا جماعة الحل؟ قال لك تعمل كتالوج ان المصنع ده ليه فرع في هونج كونج. عملنا الكتالوج وسلمناه. وبعدين برضو عطل تاني، يوم سحب يوم، اسبوع سحب اسبوع. الحاوية قعدت 4 شهور. 4 شهور والله في المية. دفعنا فيهم غرامة 1,400,000 جنيه. التاجر يرن عليا ما ردش عليه، ارن على المستخلص ما يردش عليا. كنا في دوامة يعني، محدش بيرد على التاني. فضل الشغل يتعطل يتعطل، فين وفين. اخر ما زهقت قلت له يا عم طلع لي الشغل تحت التحفظ وبعدين ايه نحل المشكلة ده. هي تحت التحفظ معناها ان انت بتطلع الشغل ولكن بيكون ملك للدولة، مش مسؤوليتك. حتى لو انت مالك للبضاعة، لكن البضاعة بتكون ملك للدولة، بتمضي على تعهد وكده يعني. انا الشغل تحت التحفظ. كام يوم اتصل بيا المستخلص قال لي البضاعة اترفضت. طب ايه يا عم ازاي اترفضت؟ يخرب بيتك، العينة بتاعت الاستانلس اترفضت. يا ابني اترفضت ازاي؟ ده التجار لسه مدخلين نفس الحاويات من نفس المورد. طب ايه يا عم العمل؟ قال لك نسحب عينة تاني. قلت له ماشي ايه المطلوب؟ قال لك نسحب عينة تاني. طب خلاص هيسحبوا امتى عينة؟ قال لك ده هم الناس جايين اسيوط، انت تكرمهم وتقف معاهم بالواجب وتعمل مش عارف ايه، الناس اللي هم شغالين في المينا يعني. المهم الناس جم بعربية مخصوص عشان يسحبوا عينة تاني. جم ودفعت تمن العربية المخصوص واكلتهم كباب وكفتة وخدوا رشوة، وفي الاخر برضو اترفضت العينة. يا ولاد الكلب.